دكتور احمد، بيبقى فيه بقى يعني خلال السنين دي اكيد في موقف اثر في دكتور احمد يحيى كطبيب في عيادات روح الحياه. والله انا سبحان الله من المواقف اللي دايما اذكرها، ان تلاقي المريض يقول لك والله يا دكتور انا بقيت بدعي لك في كل صلاة فجر. دي من الله. اكتر الحاجات اللي بتأثر فيا. او يقول لي انا طلعت العمرة وبعت لي انه مثلا بيدعي لي. والحمد لله ممكن تلاقي مثلا مريض لف على اساتذه في القاهره وهنا وهنا، ويجي في مكان روح الحياه اللي هو يعتبر مكان اقتصاديا بسيط وبفضل الله مشكلته تتحل. امم. فدي من الحاجات الواحد ما ينساهاش، والحمد لله المكان ليه اثر كبير، ان فعلا الواحد الاحتساب بيفرق قوي مع الواحد. يعني امم. الواحد على فكره ممكن كتير قوي يلقط حاجات وهو ممكن ما دكتور ياخدش احمد، باله. طب هي حياه التطوع دي مش ممكن تبقى في مرحله، يعني في مرحله معينه، في وقت عندك وقت او عندك مجهود شويه فممكن تتطوع؟ ما هي انما هل ينفع مثلا؟ يعني احنا شايفين نماذج ما شاء الله اللهم بارك، زي ما حضرتك قلت لنا دكتور محمود، مم. زي حضرتك معانا دلوقتي مثلا، نماذج لا. كتير جدا هم اديلهم يعني سنين في التطوع. ازاي يبقى جزء من حياة الواحد بعد كده؟ هو لازم يبقى جزء، لان هي التطوع ده انا زي ما قلت فكره الاحتساب، انا بحتسب اجري عند ربنا. امم. انا اصلا شغال عشان اخد اجر عند ربنا. امم. وانما توفون اجوركم يوم القيامه، وده الاجر الحقيقي. امم. هو ده الاصل. فلو انا مش هتطوع ومش هبقى انسان كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس انفعهم للناس. انفعهم للناس. ومن استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، ده احب عمل الى الله. ماشي، احنا داخلين على رمضان وهنتكلم في الصيام، لا احب العمل الى الله برضه سرور تدخل. فالاعمال دي لا، ده اساس حياتنا، وخصوصا في ظروف الناس الاقتصاديه الفتره دي او كده. لو احنا ما استمرناش، لا احنا طب هنحاسب.